تعرفوا يعني ايه ست بتشتغل فول تايم، بتشتغل بدوام كامل؟ بتعرفوا بس مش بتتخيلوا المسألة شكلها ايه. الست بتصحى من الساعة 5 ويمكن قبل كده كمان، تحضر فطار وتحضر لانش بوكس وتجهز كل حاجة في البيت قبل ما تنزل، وتظبط شوية في البيت شوية في الأكل، بترتب شوية البيت كده يعني من بره، تعمل حاجات كتيرة جدا. وبعد كده محتاجة إن هي تلبس كويس ويبقى شكلها كويس وبيتها كويس، محتاجة تاخد ولادها وتاخدهم معاها على المدرسة. كده حضرتك احنا بقينا من الساعة 5 للساعة 8. من بعد 8 هيبدأ بقى شغلها اللي هو هيفضل الساعة 5 أو 6، وفي بقى قصص وحكايات وصراعات كتيرة جدا. الساعة 5 أو 6 الست دي لما بترجع البيت هو كده يومها مخلص أبدا، ده في بقى وردية تانية خالص بتبدأ من الغدا وتجهيز الغدا والغسيل، وتحط الغسيل وتشيل. وبعد كده بالليل بقى يجي مذاكرة الولاد والهومورك، كل الحاجات المطلوبة منها عشان تيجي بالليل وتبقى عايزة تنام عشان تصحى تعمل نفس الروتين تاني. قصة الست اللي أنا بحكيها دي مش قصة ست واحدة، دي قصة ملايين الستات. ملايين الستات للأسف كلنا بقينا مسحولين في النظام ده. هو كانت طول عمر الست في هذا النظام، طول عمرها عايشة بالطريقة دي. هي من زمان والست كانت عادي بتشتغل، بس كان شغلها دايما جوه البيت، أسرتها وبيتها. النجاح بيتحسب بنجاح أسرتها، بنجاح ولادها، بنجاحها هي الشخص في ان هي تسعد اللي حواليها. ما كانش مطلوب منها تحقيق تارجتس واثبات ذات وتبقى سترونج واندبندنت. في الحقيقه الاكسبريشن بتاع سترونج اندبندنت وومن ده هو اختراع راس مالي بجداره. ليه اختراع راس مالي بجداره؟ لان لو رجعنا بالزمن شويه من بدايه الثوره الصناعيه، وبدأت يبقى في مصانع وعايزين عمالة، وفي نفس الوقت كان في حرب ورجالة كلهم في الحرب، فاكتشفوا ان الستات ممكن يشتغلوا مكان الرجالة، مش بس بشكل احسن، لا وبياخدوا اجر اقل. فضلت الستات كده شايلة الليلة وشايلة الموضوع ده لحد ما الحرب انتهت والرجالة رجعت. الرأسمالية بقى مش تعوض الست وتقول لها شكرا ان انت ساهمتي معانا في حل المشكلة اثناء حرب وغياب الرجالة خالص. الست قالت الرأسمالية سوري، قالت ليه؟ طب ما اكتشفنا ان الست بتشتغل حلو قوي وبتاخد اجر اقل. فبدأ يخرج بقى مفهوم زي ده: خليكي سترونج، خليكي اندبندنت، خليكي مش محتاجة حد، خليكي. وده شيء جميل، انا مش بقول ان الست ترجع لورا او الست تتخلى عن الكارير او مستقبلها او حياتها، ابدا. انا بقول ان الست محتاجة شوية انها تبقى ست. يعني هي مطلوب منها تبقى ام ناجحة، زوجة ناجحة، امرأة ناجحة، عاملة ناجحة. كل الحاجات دي بتشتتها بشكل كبير جدا، والاختيار صعب بين انك انت تختاري بيتك بس ولا شغلك بس. والحقيقة ان المجتمع دلوقتي قاسي جدا مع المرأة، في ان اللي هي بتختار بيتها بس وحياتها، لا دي الست متنازلة عن شخصيتها وضعيفة وملهاش كارير وملهاش كيان. الست اللي مركزة في شغلها قوي، لا دي مسترجلة، ده ما يهمهاش بيتها، ده فاشلة في حياتها، ده فاشلة في ولادها. طيب الست اللي بتحاول توازن بقى، هي بتبقى نص نجاح هنا ونص نجاح هنا، دي بتبقى زي اللي رقصوا على السلم بصراحة، محدش بيشوفها، ولا بتنجح تماما في الشغل ولا في البيت. المطلوب ان الست ترجع شوية انها تكون ست، ترجع تشوف نفسها، يبقى عندها وقت لحياتها، تقرا، تخرج، وفي نفس الوقت تهتم بأسرتها وعيلتها. الصراع بتاع الرأسمالية انه طول الوقت بيستغل الست. استغلها زمان، استغل عضلاتها زمان بالثورة الصناعية وخلاها تشتغل مكان الرجالة. طب الرجالة رجعت، لا نسيبها. استغلها بقى دلوقتي كسلعة. معروف ان الست هي اكبر قوة شرائية، لان الست غير الراجل. الراجل ده زبون موسمي، يعني بيحب حاجات محددة، عربية، موبايل، ساعة، شوية حاجات بسيطة كده ممكن تجذبه. اما الست بقى ما اقولكش، كل حاجة بتجذبها. وده طبعا بالنسبة للرأسمالية وللشركات دي زبون لقطة، فطبعا لازم نلعب عليه. هي اللي بتشتري لنفسها ولبيتها ولعيلتها كلها، هي دي التارجت بتاعتنا
اللي احنا لازم نحقق فيه. فبدأت دلوقتي الست الرأسمالية تقول لها اوكي مش عايزة تشتغلي ما تشتغليش، بس هتجيبي المنتجات دي ازاي؟ هتصرفي على السكين كير منين؟ هتجيبي سيرم السنيل ازاي؟ خلاص لازم تشتغلي عشان تجيبي منتجات، لازم تشتغلي تدخلي فلوس للمصنع وتدخلي فلوس للمنتج، وهكذا. يا جماعة احنا محتاجين وعي، محتاجين نعرف احنا عايزين ايه، الستات عايزة ايه، محتاجين نعرف ايه اولوياتنا. مش هي الشغل. انا في الحقيقه بحب ان الست تكون تشتغل وعندها كارير وعندها هدف، بس ما بحبهاش تبقى مستهلكه، وما بحبهاش يبقى يتم استغلالها من جانب الجميع. الكل بيستغلها في الحقيقه، يعني في زي ما قلنا الشركات والرأسمالية بتستغلها، في ازواج ورجاله كتير بيستغلوا شغل ستاتهم وبيعتمدوا عليهم آه، كتير كتير كتير. يعني انا نفسي اعمل زي حمله كده، الست ترجع ست، ترجع تعمل كل حاجه من غير ما حد يجري وراها، من غير ما تكون مطالبه ان هي تبقى بيرفكت. ده دلوقتي بقى دخلنا في التجميل والجمال، مطلوب منك تبقي بيرفكت، تصلحي اي عيب فيك. كل منتجات التجميل موجودة، كل عمليات التجميل موجودة، بس ايه، اشتغلي عشان تعملي، عشان تصرفي على نفسك، اشتغلي عشان تبقي جميلة والمجتمع يرضى عنك. يعني في الحقيقة احنا فقدنا حتى صورتنا عن نفسنا، فقدنا ان احنا حاسين بالرضا عن نفسنا، ودي مشكلة كبيرة جدا. لازم يكون في وعي، لازم نعرف أولوياتنا، ولازم نعرف ان السعادة والأنوثة الحقيقية في البساطة، في انك تقعدي تشربي حاجة بتحبيها، تسمعي حاجة بتحبيها، تقرأي كتاب، تقرأي قرآن، تتقبلي نفسك زي ما انت. يبقى في وعي ان انا مش بلهس ورا كل منتج جديد طالع، لان دي حاجة مرهقة جدا في الحقيقة. ويعني أتمنى إن فعلا نقدر في يوم من الأيام نعمل توازن كده في حياتنا. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية إن شاء الله من أول السطر، وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة واللايك والتعليق الجميل.